اللي بيميز صفقات نادي الزمالك واللعيبه الجديده اللي اتعاقد معاها الفريق الموسم ده عن اي نادي تاني ان لعيبه نادي الزمالك لعيبه مش معروفه للمصريين ولا للدوري المصري، وده ممكن يديهم شغف ودفعه ان هم يثبتوا ان هم لعيبه سوبر ستار ويكونوا معروفين للشارع المصري وللدوري المصري وللجمهور المصري. النادي الاهلي قدر يتعاقد مع لعيبه سوبر ستار، لكن ده عامل عليهم ضغط كبير جدا ان اللعيبه دي المفروض ان هي تاكل الاخضر واليابس. لكن لعيبه نادي الزمالك الفرق ما بينهم وبين لعيبه النادي الاهلي الجداد ان لعيبه نادي الزمالك دي لعيبه مميزه جدا، ولكن لسه ما عملوش اسم في الدوري المصري، ما اثبتوش ان هم نجوم او سوبر ستار، وده بيديهم دافع وبيشيل من عليهم ضغوطات كتيره جدا، عكس لعيبه النادي الاهلي اللي عليها ضغوط قويه جدا، لان انتوا اوريدي نجوم، اوريدي انتوا نجوم الدوري المصري، واوريدي انتوا نجوم منتخب مصر. ده الفرق بين الصفقات هنا والصفقات هنا اللي ممكن يخلينا نشوف بطوله دوري هي الاقوى على مدار التاريخ، ممكن تكون بطوله استثنائيه، ودي حاجه ممكن تكون جديده على الكره المصريه ان احنا نشوف بطوله هي الاقوى بعد تعاقدات قويه جدا من الاهلي والزمالك وبيراميدز. وهرجع اقول لك ان الزمالك هيكون منافس قوي جدا الموسم ده، زائد ان بيراميدز بطل افريقيا الموسم الماضي واللي كان بين قوسي وادنى من الحصول على لقب الدوري، كمان عمل صفقات قويه جدا وفي منافسه قويه جدا للاهلي والزمالك. واعتقد ان الموسم ده هيكون موسم استثنائي للكره المصريه ونقله تانيه خالص لينا.